بجد الجمال ده عدى كل الكلام. انسي اي اكلة تانية. الاكلة السريعة، الاكلة الحلوة اللي في حلة واحدة ومن غير ما نوسخ مواعين، سهلة جدا وحلوة جدا. وتعالي نشوف الجمال ده عملناه مع بعض ازاي. بس نصلي على رسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. بس تعالي شوفي الجمال والحلاوة دي احنا عملناها ازاي. وتعالي شوفي الاول شكلها، اللحمة مع الرز حاجة كده وهمية وجميلة. الطعم هنا بجد أنا مش قادرة أقول لكم هو حلو قد إيه. تعالي بقى كيلو من اللحمة جبته غسلته وقطعته مكعبات صغيرة قوي، بصلتين مفرومين في الكبة، واحدة من واحدة من اللومي أو الليمون المجفف، وكيلو من الرز البسمتي أو الرز المصري المتوفر عندك. هاتي حلة على النار، حطي بقى فيها شوية حبة من الزيت كده حلوين، وانزلي بالبصلتين، وبعد كده واحدة اللومي المجفف أو الليمون المجفف، وربع معلقة صغيرة من ورق اللورا البودر، رشة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة من جوزة الطيب، يعني حوالي ربع جوزاية من جوزة الطيب اللي هي حجم الوسط. لو مش حابة تحطي جوزة الطيب حطي كوبيبة صيني. انا بس اديت البصلة كده ايه لان ما كنتش اديتها تقليبة عشان تتحمر كلها زي بعض. ربع معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة هرمية من بهارات اللحمة، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الديمجلاس. الديمجلاس ده بيدي الحاجات اللي فيها صوص خطيرة، وربع معلقة هنا صغيرة من الحبهان البودر أو نص معلقة، على حسب انتي حابة تحطي قد ايه وايه المتوفر عندك. لو في حاجة مش في التوابل دي موجودة عندك ما تحطيهاش. تعالي بقى اديتهم تقريبا كده ايه في الزيت كده يطلعوا ريحتهم، ورحت نازلة على طول بالكيلو من اللحمة المكعبات الصغيرة. اديتها تقليبة غيرت لونها، ورحت نازلة عليها بمية، وبمعلقة صغيرة من التوم، ومعلقتين كبار من الصلصة بتاعة البرطمانات. تمام. واديهم بقى تقليبة وغطي عليهم وسيبي لحد ما اللحمة تخش على السوا. يعني تطلعي واحدة لحمة كده تيجي تاكليها تلاقيها بتتندغ معاكي وحلوة. تمام. بصي بقى انا طلعت واحدة اهي لقيتها حلوة، رحت نازلة بقى بمكعبين من مرقة الدجاج، او لو عندك شوربة اعملي بالشوربة. تمام. وعايزة تلغي الماجي ده ان انت تحطيه. ورحت نازله بقى بالملح. انا ليه ما حطيتش الملح كله في الاول؟ لان الملح ما كانش هيخلي اللحمه تستوي بسرعه. تعالي بقى غسلت الرز البسمتي بتاعي كده كويس، ورحت نازله بالكيلو. أنا هنا ممكن لو أنا حاسة عندي نُص كيلو مثلًا ومش هيقضّيني، أنا ممكن أنزل عليه يعني بحوالي ربع نُص كوباية من الرز المصري ومش هيبان. ما حدش هيقول لِك على التريكات دي ولا الأسرار دي غير معايا أنا. انزلي بقى بالمَيّة المغلية بتاعتِك وقلّبيها كده، وروحي تكون المَيّة مغطية الرز، وغطّي عليها أول ما تغلي وسيبيه بقى يستوي براحته خالص. لو لقيتيه لسه ما استواش وعايز شوية مَيّة، مَيّة مغلية حطّيه كده وادّي له تقليبة وسيبيه يكمّل سواه. شايفة الجمال والحلاوة؟ بجد ما فيش حاجة توصف الجمال والحلاوة دي. كده حبايبي نكون خلصنا مع بعض النهارده احلى طبق ممكن تاكلوه. بجد حلو جدا، اتمنى تجربوا الوصفه النهارده. عجبكم الفيديو لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. ولو بتتابعيني من الفيس اعملي متابعه عشان كل جديد عندي يوصل لكم. هسيبكم بقى في رعايه الله ومع الجمال ده واقول لكم باي باي.